هل كل الحروق بالنسبة لنا بسيطة ولا في حروق شديدة؟ لا، في حروق بتحصل في أماكن معينة في الجسم بنسميها الأماكن الخاصة. لو الحرق حصل فيها بيستوجب عناية فائقة جدا من الطبيب، وما ينفعش إن احنا الحرق ده نستهون بيه. أول حاجة الحروق اللي في منطقة الوجه، لأن هي بتأثر على التنفس، بتأثر على العين، وبتأثر على الأنف. الحروق اللي في منطقة الرقبة بتعمل صعوبة جامدة في التنفس وبتعمل تورم شديد في الرقبة. عندنا الحروق اللي في المناطق المفاصل زي مفصل الكتف أو مفصل الركبة أو مفصل الكوع. الحروق دي كلها على المدى البعيد لو ما اتعالجتش ممكن تعمل تيبس في منطقة المفاصل وتؤدي لصعوبة في الحركة. الحروق اللي في اليدين أو الحروق اللي في القدمين، لأن هي ممكن تعمل صعوبة في حركة الأطراف. الحروق اللي في الأماكن الحساسة عندنا أو المناطق الحساسة، كل الحروق دي كلها بنعتبرها حروق خاصة، مش حرق بسيط. لازم نهتم بالمنطقة اللي فيها الحرق ونعالجها كويس، ونتوجه بسرعة لأقرب طبيب أو أقرب مستشفى لمناظرة الحرق اللي موجود في المناطق دي.